ده مرهف ودي مرجانة، سمكتين بهلوان ربنا كرمهم وخدوا شقة إيجار جديد، إنما إيه سوبر لوكس، وكمان صف أول على البحر. وده كله ليه؟ عشان يربوا عيالهم 400 بيضة. مرهف قال هيسمي كل الولاد مرهف وكل البنات مرجانة، لكن مرجانة قالت أنا نفسي أسمي نيمو. قال لها ماشي يا ستي، هنسمي واحد منهم نيمو، بس الباقي كلهم هسميهم مرهف على اسمي. كانوا طايرين من الفرحة ومبسوطين وبيتنططوا من السعادة. فضلوا فرحانين لغاية لما هجمت عليهم سمكة كبيرة قوي، حاولت ان هي تاكلهم. حاول مرهف انه يبعدها بس ما قدرش عليها، والسمكة ضربته واغمى عليه. واول ما فاق ملقاش مراته مرجانة ولا حد من عياله، ملقاش غير واحد بس منهم هو اللي فاضل، فسماه نيمو. قاله انا مش هسمح ان اي حاجة تأذيك ابدا. عدت السنين ونيمو كبر وجه اول يوم مدرسة. بابا كان خايف عليه قوي، ما كانش عايزه يروح المدرسة، كان خايف عليه من اي حاجة ومن كل حاجة، كان منعه من اي حاجة جديدة. لكن نيمو فضل يزن عليه، زن عليه كتير قوي وقال له انت ما ودتنيش السنة اللي فاتت، وديني السنة دي بقى. غصب عنه وداه المدرسة، بس كان برضو خايف عليه قوي. فضل واقف معاه ما سابهوش. المدرس بتاعهم خدهم عشان يشرح لهم عالم الأسماك، العالم الكبير، لكن وهو بيشرح كم طالب هربوا من الحصة، ونيمو جري وراهم. كانوا مذهولين من حجم المحيط اللي هم فيه. شافوا حبل نازل من يخت، فواحد منهم قال أنا عارف اسمه، ده اسمه يخت، تعالوا نتسابق ونشوف مين الشجاع اللي هيوصل الأول. وراحوا فعلا واحد ورا التاني. نيمو مرضيش يروح معاهم وقال لهم لأ، بابا بيقول كده خطر. ولسه بيتكلموا قام دخل عليهم باباه وقال له كده يا نيمو كنت هتعوم في الحتة المكشوفة. رد عليه نيمو وقال له لا يا بابا، لا أنا ما كنتش هروح. بابا فضل يزعقله ويهزقه ويحرجه وسط صحابه ويقوله انت لسه صغير وما تعرفش حاجة، انا بقول نأجل المدرسة سنة كمان تكون كبرت. نيمو رد عليه وقال له لا، هو انت عشان بتخاف من المحيط فاكرني هبقى زيك؟ انا بكرهك. بابا اتفاجئ من رد فعل نيمو سابهم وجري عشان يلمس اليخت. بابا قاعد يزعقله ويقوله لا يا نيمو اوعى تلمس اليخت، لما تجيلي انا هموتك. نيمو ما سمعش الكلام وراح ولمسه بالزعنفة بتاعته. وبعد كده وهو راجع جه غواص وخد نيمو في كيس معاه لليخت. بابا فضل يحاول يوصله بس كانت مروحة اليخت اشتغلت وبعدته عنه. حاول يجري وراه بس معرفش يلحقه، وقعد يسأل السمك يا جماعة ما حدش شاف يخت معدي دلوقتي؟ وهوب خبط في دورة. قالت له أنا أسفة، أنا اسمي دورة. قال لها ما شفتيش يخت؟ قالت له شفته، تعالى ورايا. وطلعت تجري، طلع يجري وراها. وبعد كده بدأت تبص وراها ولقيته بيجري وراها، فكانت بتحاول تهرب منه لحد ما وقفت وقالت له عيب كده، بتعوم ورايا ليه يا بايخ؟ مش مكفيك المحيط كله ولا هي غلاسة وخلاص؟ ها قول عايز ايه؟ بطل تمشي ورايا ممكن؟ رد عليها مرهف انت بتخرفي بتقولي ايه؟ مش انت اللي قلتي انك شفتي يخت؟ قالت له تعالى ورايا. استني يا هبلة، ما انت لسه قايلة كده من شوية. قالت له انا اسفة جدا، انا ما كانش قصدي، اصلي بيجيلي فقدان ذاكرة مؤقت، ده شيء وراثي في عيلتنا. الا صحيح، هي فين عيلتنا؟ وبعدين بصيت له وقالت له هو مين حضرتك؟ رد عليها مرهف وقال لها لا ده انت حالتك صعبة خالص، وسابها ومشي. قابل قرش في وشه قال لهم ازيكم يا حبايبي يا حلوين، ما تخافوش انا اسمي بشوش.
وعازمكم على حفلة عندي في البيت. مرهف ما كانش موافق عشان عارف انه هياكلهم، لكن دورة كانت موافقة انها عشان بتحب الحفلات، وغصب عنهم خدهم لبيته اللي هو يعتبر سفينة مهجورة وسط قنابل كتير، وقفل عليهم الباب. ومرهف افتكروا ان هو هياكلهم، بس بشوش ده طلع قرش بيعمل جلسات علاج نفسي لنفسه عشان يبطل ياكل أسماك، وشعار الحملة بتاعته إن السمك صحاب مش طواجن، وبيطلع كل واحد فيهم يقول مشكلته لحد لما بيجي الدور على مرهف ولسه بيتكلم، فبيلاقي النضارة بتاعت الغواص اللي خطف ابنه، فبيسيبهم ويقول لهم يا جماعة دي النضارة بتاعت الغواص اللي خطف ابني، وبيلاقي مكتوب كلام على النضارة. فدورة قالت له طب هاتها اما اشوف مكتوب عليها ايه. قال لها لا سيبيها. وقعدوا يتخانقوا لحد ما خبط دورة فخلاها تطلع دم. الدم ده دخل في خياشيم القرش، فكرته بالذي مضى، وبقى راسه ألف سيف إنه هيتعشى النهاردة سمك، ومفيش حاجة اسمها سمك صحاب، السمك أصلا طواجن. حاول مرهف ودورة يهربوا منه لحد ما قدروا يحطوا في بقه تروبيت كبير، فعشان يتخلص منه رماه على قنبلة من القنابل ففجرت كل القنابل. لكن على الناحية التانية كان نيمو يا عيني خدوا الغواص وحطوا في حوض سمك زينة. هناك نيمو اتعرف على مجموعة أسماك لطيفة وما بقوش مصدقين إنه هو جاي من المحيط. وجت بجعة كمان قعدت تتكلم مع الأسماك لحد ما شافت نيمو وعرفت إنه جاي من المحيط جديد. وبعد كده الدكتور اللي خد نيمو وراه صورة لبنت أخته وقال له سلم عليها، دي هتبقى مامتك الجديدة، انت هديتها. قام السمك التانيين قالوا له يا عيني عليك يا ابني، مصيرك هيبقى زي مصير حنفي، دي البت دي سفاحة سمك. فنيمو خاف جدا وقال لهم لا انا عايز اروح لبابايا. وهو بيجري اتحشر في الماسورة، وباقي السمك حاولوا يخرجوه، لكن جت سمكة بس شكلها الزمن علم عليها، قالت لهم سيبوه يعتمد على نفسه. قال له بس انا مش عارف، انا لسه صغير. ردت عليه السمكة وقالت انت اللي عملت في نفسك كده، يبقى لازم تخرج نفسك وتعتمد على نفسك، فكر وركز وانت هتقدر. وفعلا نيمو قدر ان هو يخرج نفسه وكانوا كلهم فرحانين بيه. اما مرهف ودورة بقى بعد ما القنابل انفجرت حاولوا ان هم يهربوا قبل ما السفينة تموتهم، بس الحمد لله عارفوا ينفدوا بجلدهم. بس للأسف الماسك وقع قبل ما مرهف يقرأ اللي عليه، وكان قاعد زعلان ومش طايق نفسه. فدورة قالت له عارف لما الحياة تكشر لك انت المفروض تعمل ايه؟ قال لها لا ومش عايز اعرف. قالت له عموت مخطر 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 عموت مخطر، وقعدت تغني وهي ماسكاه ونازلة بيه في أعماق البحر عشان يدوروا على الماسك، لحد لما لقوا نور غريب في آخر البحر. بقوا واقفين حواليه ومفتونين بيه وحاسين بسعادة غريبة، لحد ما هوب طلع النور دي سمكة متوحشة عايزة تاكلهم. حاولوا يهربوا منها، وهما بيهربوا لقى مرهف في الماسك وقال لدورة تعالي اقري مكتوب عليه ايه وانا هنور لك بالسمكة دي. وفعلا قدرت دورة ان هي تقرا اللي مكتوب على الماسك. وبعد كده قام مرهف لف الماسك حوالين السمكة المتوحشة وخلاها مش قادرة تتحرك، وقعد يغني ويقول نجحنا يو يو. وسألها هو كان مكتوب ايه على الماسك؟ قالت له 42 شارع ولا بسيدني، وما كانتش مصدقة انها افتكرت اللي كان مكتوب. فرحت قوي ان هي افتكرت وقالت افتكرت مع اني كنت المفروض ابقى ناسية كل حاجة. على الجانب التاني السمك اللي في الحوض كان عامل اختبار لنيمو علشان يبقى واحد منهم ويقدروا يعتمدوا عليه في خطتهم.
وأول ما نجح في الاختبار قالوا له على خطتهم للهروب، وإن هو الوحيد اللي يقدر يدخل جوه ماسورة الفلتر ويوقف الفلتر بزلطة فيوسخوا الحوض، والدكتور يطلعهم بره الحوض عشان ينظف الحوض ده، وهم يعرفوا يهربوا من العيادة وينطوا في المحيط. وعلى الجانب التاني دورة كانت عمالة تكرر الكلمتين اللي قريتهم على الماسك، ما كانتش مصدقة انها لسه فاكراهم اصلا. فمرهف زهق منها وقال لها انا بصراحة لازم اكمل المشوار ده لوحدي عشان انتي بتعطليني. قالت له انا اللي بعطلك يا مفتري، ده انت من غير تلوث. طب استنى انا هقولك نروح ازاي العنوان ده. وراحت سألت السمك في البحر على الطريق، وفعلا عرفت هيمشوا ازاي ويعملوا ايه، وانهم لازم يمشوا طيار استراليا الشرقي. قالوا لها يا انسة لما توصلوا للنفق عدوا جواه مش فوقيه. قالت لهم شكرا مش هنسى ابدا. ووصلوا عند النفق وشكله كان مخيف جدا، فدورها طبعا نسيت خالص اللي اتقال لها، بس بالرغم من كده قالت له ايه رأيك نعدي من جوه، اكيد هتبقى مغامرة تجنن. اما مرهف قال لها لا هنعدي من فوق هتبقى مغامرة احلى. وطلعوا من فوق. دورة شافت حاجة غريبة لمستها فلسعتها، طلع قنديل، والقنديل زي ما احنا عارفين قرصته القبر، واتاري الحتة دي كلها اناديل، عشان كده كان لازم يمشوا من تحت. مرهف جات له فكرة انهم ينطوا من فوق الاناديل من غير ما يلمسوا الجزء اللي بيلسع، وكده يوصلوا بر الامان. واتفق مع دورة انهم هيسبقوا بعض عشان هي ما تقلقش، وقعدوا يتريقوا على بعض لحد ما مرهف قال لها انتي شكلك جعانة، اصلك هتاكلي مني علقة محترمة. وقدر يوصل هو الاول، بس بص وراه ملقاش دورة. دخل جوه لقاها بتفرفر، اما مسكها وحاول يفوقها ويطلعها من جحر الاناديل ده، وقدر فعلا يعمل كده بأعجوبة وأنقذها، بس أغمى عليهم. أما بقى نيمو فقدر هو واصحابه إنهم ينفذوا خطتهم، وقدر نيمو يوقف الفلتر، وكان خلاص هينجح، بس الفلتر اشتغل فجأة وكان هيشفطه ويموتوا، بس السمك قدر يساعده ويشده لبر الأمان، وقال له استحالة نكرر كده تاني، انت كنت هتروح فيها. أما بقى بابا نيمو فاق من الغيبوبة اللي كان فيها، لقى نفسه على ظهر سلحفاة بحرية وبتحكيله بتقوله ايه اللي انت عملته ده، في حد عاقل يحارب الأناديل كده؟ بس والله انت معلم ومفيش منك اتنين. فمرهف قال له طب لو سمحت انا عايز اروح طيار استراليا الشرقي. قال له ما انت فيه اهو، بص حواليك. وبعد كده سأله هي دورة فين؟ قال له في الدور اللي تحتينا، نزل لها افتكرها ماتت. قال ده كله بسببي، لو كنت سمعت كلامك من الاول ما كانتش حاجة من دي حصلت. بس لقاها قامت وفاقت، وتاريها كانت بتلعب استغماية مع العيال. وبعد كده العيال كلها قالت له احكيلنا الحدوتة اللي جابتك لهنا يا عمو. وفعلا قعد يحكي لهم الحدوتة بتاعته من طقطق لسلام عليكم. القصة بتاعته دي اتشهرت قوي، وكل الأسماك اللي في المحيط فضلت تنقلها لبعضها من هنا لهنا، وبقت أشهر قصة في المحيط كله. القصة ما وقفتش عند الأسماك وبس، دي كمان الطيور سمعت بيها، وكان منهم البجعة اللي شافت نيمو، وأول ما سمعت الخبر جريت على نيمو وحكت له كل اللي واجه باباه عشان يوصله من قروش وأناديل وقنابل، وكل الأسماك التانية ما كانتش مصدقة اللي بيسمعوه، ولسه جايين يباركوا لنيمو على شجاعة باباه، لقوا نيمو راح ينفذ الخطة لوحده عشان يقدر يوصل لباباه، وكانوا خايفين عليه جدا، خايفين عليه لا يتقتل، وحاولوا يساعدوه، بس هو قدر يوقف الفلتر ويخرج كمان، ونجحت خطتهم
بابا كان ساب الطيار الاسترالي الشرقي ونزل عند مدخل سيدني، بس كان محتاج يسأل أي حد. فدورة قالت له في حد اهو، ما تيجي نسأله. قال لها بلاش، لا يطلع قرش وياكلنا. قالت له انا مش عارفة ايه مشكلة الرجالة في ان هي تسأل على الطريق. رد عليها وقال لها انا مش عايز العب رجالة وستات، ايه رأيك نلعب؟ ما ترميش نفسك قدام الترماي. قالت له طب بس ثق فيا. طلع اللي قدامهم حوت. دورة قالت له حلو، انا اصلا ألسن قسم حيتان. وقعدت تتكلم معاه بلغة الحيتان، بس سابها ولا عبرها. ومرهف قال لها ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ دي مش لغة حيتان اصلا. وهم قاعدين بيتكلموا جه من وراهم حوت وبلعهم. وهم في بطن الحوت كان يائس خالص، وقال لها كل ده بسببي، كنت لازم امنعه من كل حاجة عشان ما يحصلش كل اللي حصل ده. قالت له دي كانت تبقى حياة مملة قوي، ما هو لازم يعرف الدنيا ويجرب ويقع ويقوم ويغلط ويتعلم. وهما بيتكلموا الحوت قعد يعمل أصوات ضخمة قوي. ودورة قالت له كده بيقول لنا انه هيخرجنا. قال لها لا، ده كده اكيد عايز ياكلنا. قالت له يا ابني بقى ثق فيا مرة. وفعلا الحوت رماهم بره. لقوا نفسهم في سيدني، واتاري الحوت كان بيساعدهم. ومرهف شكره بلغة الحيتان وقال له شكوكوان. بعد ما خطة الأسماك في الحوض نجحت، صحيوا تاني يوم لقوا الدكتور جايب فلتر جديد ونضف الحوض من غير ما يطلعهم بره. كلهم كانوا مذهولين. لقوا في شبكة نازلة وهتاخد نيمو. قدر الدكتور إن هو يخطف نيمو في كيس. حاول نيمو كتير إن هو يهرب بس ما قدرش، ودخلت عليهم دارل بنت أخت الدكتور. أما بالنسبة لدورة ومرهف كانوا خلاص قربوا يوصلوا للمكان اللي عايزينه، بس جت بجعة وكلتهم. لكن هما وقفوا في زور البجعة وما قدرتش إن هي تاكلهم. وجت بجعة تانية حاولت تساعدها، فخلتها تطلع اللي في زورها، فلقيته شبه نيمو بالظبط، فخدتهم وطارت بيهم علشان توديهم لنيمو. وقدروا فعلا يدخلوا العيادة وبهدلوا الدنيا. وشاف مرهف ابنه نيمو فافتكروا ميت لما لقاه ما بيتحركش. والدكتور في الوقت ده طرد البجعة بره، والسمك اللي هم اصحاب نيمو حاولوا ينقذوه من ايد دارل، وقدروا فعلا ينقذوه من ايدها. وقدرت السمكة القائدة بتاعتهم انها ترميه في مية الصرف اللي كلها كده كده بتصب في المحيط. مرهف قال لدورة لولا انتي ما كنتش هقدر اوصل هنا، انا متشكر قوي. وسابها ومشي. دورة وقفته وقالت له لا استنى، ارجوك ما تمشيش، انا محدش فضل معايا كتير زيك. انا وانا معاك بفتكر حاجات كتير، ولما ببصلك انا بحس بامان. ارجوك مش عايزة الشعور ده يضيع مني، انا مش عايزة انسى تاني. رد عليها مرهف وقال لها النسيان يا دورة هو دوايا، وسابها ومشي. بعدها فضلت تلف حوالين نفسها وهي بتعيط لحد لما شافها نيمو وقال لها هو انتي كويسة؟ قالت له سيبني في حالي، سيبني في حالي والنبي، انا مش عارفة انا فين ولا ايه اللي جابني هنا اصلا. قال لها وانا تايه، تعالي ندور سوا. قالت له ماشي، انا دورة. رد عليها وقال لها وانا نيمو. قالت له نيمو اسمك جميل قوي. وقعدوا يدوروا على اللي مش لاقيينه لحد ما دورة قرت كلمة سيدني، والذاكرة رجعت لها وقالت له بقى انت نيمو، دوختنا عليك يا عم. وقدرت انها تسأل وتوصله لباباه. باباه اول ما شافه خده بالحضن، بس ما لحقوش يتهنوا باللحظة دي، ولقوا شبكة صيد بتصطادهم وخدت دورة فيها. وفي اللحظة دي قال له انا عارف احنا هنعمل ايه، لازم نعمل حاجة معينة عشان ننقذها، لازم نقول لكل سمك يعوم لتحت عشان نوقع الشبكة. قال له لا، مش هسيبك تضيع مني تاني. رد عليه نيمو وقال له لا، لازم تسيبني عشان انقذ دورة،
لازم تثق فيا وتساعدني. وفعلا خلوا كل السمك يعوم لتحت عشان يتقلوا الشبكة، وقدروا فعلا ان هما يقطعوا الشبكة وينقذوا دورة وكل الاسماك، لكن الشبكة وقعت على نيمو. بابا افتكروا ان هو مات، بس طلع عايش الحمد لله. وقال لي بابا مش بكرهك يا بابا. رد عليه مرهف وقال له لا يا حبيبي، انا اللي اسف. وبعدها قرر مرهف ان هو يدي لنيمو الحرية عشان يتعلم ويكتشف كل حاجة جديدة. وابنه جري عليه وقال له انا بحبك قوي يا بابا. وخلص الفيلم على كده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وتدعمني بكومنت عشان اكمل. ولو ما عجبكش ما تنساش تعمل ديسلايك وشير وسبسكرايب برضو، بس تحبطني بكومنت عشان ابطل.